لاعب نادي او ظهير ايمن الاتحاد السكندري دخل في مفاوضات جاده مع نادي الجونه للانضمام اليهم بعد ما جاله عرض بيصل الى مليون جنيه من نادي الجونه، 900,000 جنيه في الموسم الاول ومليون جنيه في الموسم الثاني. احمد عادل معي على التليفون. كابتن احمد عادل، مساء الخير. محمد، اخبارك ايه؟ اهلا بيك. قول لي، فعلا جالك عرض قوي من الجونه وبتفكر في الانتقال وتترك الاتحاد السكندري؟ فعلا والله، يمكن الناس عرض عليا عرض كويس مناسبني، بس انا مش حابب ان انا اتكلم في مبالغ. نعم. بس هو انا شايف ان هو عرض مناسبني، وانا يعني شبه ان انا قربت للموضوع دوت، وانا لسه بدرس العرض اللي انا شايفه يعني. لكن انت لسه ما حددتش وجهتك، انت عقدك منتهي مع الاتحاد السكندري؟ انا عادي انتهى كده مع الاتحاد. ما قعدش معاك حد في الاتحاد طلب منك التجديد؟ فعلا كان في اكتر من جلسه جمعتني بالحاج محمد الفتره اللي فاتت، بس هو شكله الفتره دي مشغول او حاجه، مسافر بس، فما قدرناش ان احنا نوصل لحل يعني في موضوعي. بيقولوا ان هو عرضوا عليك يعني 750,000 في السنه. هو كان العرض معاهم على مده موسم واحد مقابل 750، وانت طلبت 900 وانا طلبت 900. يعني هي عمليه، عارف يا محمد، هي عمليه عرض وطلب. نعم. انا بقدر نفسي بكده. انت لو الجونه العرض الجونه جالك بنفس هذه القيمه اللي انت بتطلبها من الاتحاد؟ فعلا جالي الحمد لله، يعني ب 900 في السنه، والسنه الثانيه بمليون جنيه. الحمد لله. فعلا، بس يعني انا زي ما بقول لحضرتك، طب في حاله ان الاتحاد السكندري رفع عرضه ل 900,000 هتستمر في الاتحاد ولا تنتقل للجونه؟ دي حاجه برضه يا محمد، يعني مش عايز اسبق الاحداث، لان انا شايف ان هو موضوع ال 900 في الاتحاد هيبقى صعب. فاهمني؟ يعني انت الان بصراحه قريب من الانتقال الى نادي الجونه؟ يعني زي ما تقول لحضرتك، يعني الموضوع قرب، يعني انا لسه بدرس الموقف برضه. يعني لو برضه نادي الاتحاد عرض كويس، انا ما فيش مشاكل، وانا شايف ان عرض الجونه ده عرض كويس جدا. وانا زي ما بقول لحضرتك، ممكن موضوع ان انا اطلب دي بتزعل ناس كتير، انا مش فاهم ليه. هو موضوع عرض وطلب، هل هيناسب النادي ولا مش هيناسب؟ شكرا جزيلا. احمد عادل لاعب نادي الاتحاد السكندري والذي اكد انه في طريق الانتقال الى نادي الجونه. بتروجيت بيطلب 10